السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة ملاك. اليوم معنا لكم طريقة جديدة لعمل الفول بطريقة رائعة وسهلة وغير مكلفة إن شاء الله. تابعوني على الفيديو إن شاء الله راح تعجبكم. مرحبا بكم في قناة ملاك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هنا معانا حبة بصلة صغيرة أو متوسطة الحجم حسب الرغبة، ومعانا كمان فص ثوم كبير مقطع. عملناهم مع الزيت ونقلبهم لما يبدأ يتحمروا ويصبح لونهم ذهبي. نستمر هنا بالتقليب. الآن بعد أن أصبح لونه بهذا الشكل، لون البصل ذهبي معانا، الآن نسكب بقية المقادير. هنا معانا فول طبعا منزوع القشر، مهروس جاهز، نضيفه فوق البصل والزيت. الآن نضيف بقية المقادير. معانا هنا كمون مطحون ملعقة متوسطة الحجم، ومعانا شوية فلفل أسود حسب الرغبة، ومعانا هنا فلفل واحد فلفل أخضر مقطع. يتم الآن التحريك. ونضيف أيضا الملح، ويتم التحريك لمدة 5 دقائق حتى يترسخ معانا الفول ويجمد معانا شوية على نار متوسطة ما يكون عالية. وآخر مرحلة معانا نضيف معانا هنا جبن مثلث، أي نوع جبن انتوا تحبوه، طبعا جبن أو طحينية سائلة. أنا ما معيش هنا الآن ما معانا طحينة سائلة، عملت جبن مثلث حسب الرغبة، المتوفر عندكم تسووه. يعطي للفول نكهة رائعة ولذيذة وقيمة غذائية جيدة. الآن أصبح جاهز، نغلق عليه النار. والآن أصبحت وصفتنا جاهزة. أضفنا هنا على الفول السمن حسب الرغبة، هنا أضفنا سمن على الفول. وبالعافية عليكم إن شاء الله، جربوها إن شاء الله راح تعجبكم.